بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب وراحه بال. بنبدا الروتين كده وياكم النهارده بالصلاه على النبي. هو الجو اي نعم مش يشجع على الشغل كده، مش عارفين حر ولا هوا ولا ايه بالظبط. بس طبعا بقى عايزين نقوم نشوف ايه تكملات الشغل بتاع رمضان، سلسله شغل رمضان دي، تنظيفات رمضان. فقمنا كده بقى، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب ويعين الناس كلها اجمعين. خشيت كده على الحمام، جبت شويه المشايات دول. انا قسمت المشايات، قلت مش قادره اعملهم كلهم في العتاب بتاعة الأوض يعني كده. قلت لا، أنا هجيب شوية وآخد كده كعتبة كام أوضة، وأسيب كمان إيه عتبتين تلاتة يبقوا في مرة تانية. أما أجي أغسل فرشة الصالة بتاعة الأرضية أبقى أغسلهم وراه. وكان عندي حتة بطانية كده قديمة بنفرشها على الأرض. كنت حاطاها فرشاها وفرش عليها الشلت لموهم عليها يعني. فقمت بدري طلعت الشلت كده في الشمسة. لو إن الشمسة كده النهاردة ما مش بان له شمسة يعني. بس واحنا طلعناهم يعني خدلهم تحميصة حلوة. وشلت البطانية ديت نقعتها كده في الحمام، شوية صابون سايل ونقعناه. وغسلت الفرشة ديت ورتبت بقى الأرج عشان أفرشه. بإذن الله بقى أنا رتبته وفرشت فيه سجادتين كانوا عندي كده متعانين. وطبعا لميت السجاد بعته المغسلة بس لسه ما جاش. ف لا إله إلا الله. جبت الشلت من على البلكونة بس ما لبستهاش الكسوة بقى بتاعتها. هنلبسها بقى الكسوة بإذن الله كده إيه. في الفيديو الجاي بإذن الله هتلاقوها لبست الكسوة بتاعتها. مسحت الحمام كده مطرح ما غسلنا وبالخرطوم كده، وقعدت اكب على الحيطان. وهتشوفوني الوقت مبهدله الدنيا ميه. ادي البطانيه هي بنفرشها على الارض يعني. ما عادتش تنفع على الارض، هي كانت بطانيه قديمه عندي ودابت شقتها اتنين كده. كنت برش على الحيطان وعلى الدش وكله. انا قلت بالمره والموتور داير قبل ما افصل الموتور اما ايه ابلبط في الميه شويه واخد راحتي. وقفت عليها برجلي كده وبيتها يعني ما عملتهاش، سبتها تبات. استغفر الله العظيم يا رب. طبعا هنا بقى جبنا سمك عشان نشويه. غسلته كده وحطيته في التلاجة، لما بعد الظهر شويته. طبخنا رز برضو وعملنا سلطة، مش مع الشغل دوت يعني ان انا هقعد بقى واسيبهم من غير غدا. بعدت جبت سمك وشويت وطبخنا رز وسلطة واتغدينا والحمد لله. طبعا انا بسجل الفيديو ده بقى اخر النهار، كنا اتغدينا يعني وروقنا. هنا بقى دخلت على القرش دوت، هو منكوش كده بقاله يجي 10 ايام. ما فيش في حتة تقعدي فيها. طبعا شلت السجاد وشلت الشولة كومتها. والدنيا مقلوبة بقى كده. وكل يوم اقول بكره، كل يوم اقول بكره. بكره دي مش عاوز يجي. ايه المهم، اللهم صل على النبي. قلت بقى ايه، يلا ما بديهاش بقى النهارده. كل يوم الوقت بيخش والواحد مش عاد هينهض، ولسه في مصالح تانية كتير. ولسه المراوح عايزة تتمسح. ولسه غسيل فرشة الأرضية بتاعة الصالة. ولسه والله كل يوم حاجات كده بتيجي كده، معرفش بتيجي منين. الشغل ده أصلا مش بيخلص. يلا ربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها يا رب. الشغل ما بتعبش والله يا جماعة. عمر الشغل ما بيتعب. الكلمة الوحشة هي اللي بتتعب النفوس بس. يلا ربنا يصلح الحال لنا ولكم جميعا يا رب. وادخل رمضان علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام خارج مصر وداخل مصر بالخير والهنا والسعادة والسرور على الناس كلها يا رب أجمعين. يا رب. مسكت بقى السقف هبيته، ومسكت بقى الحيطان ايه. جايبه الجردل دوت نصه ميه وصابون سايل وكرول وحته سلك. والحيطان كده اما بنبقى قاعدين، اللي ساند على الحيطه ملحوسها عيل واكل حاجه حلوه ملزقه. مسكتها بقى قلت بالمره وانا نكشاه، لا لازم اقلبها بقى ايه، اجيبه من العالي على الواطي.
على ما ربنا يسهل باذن الله بقى، واعمل ركنه هنا في المكان دوت، والغي الشلت دي خالص. بتهد الحيل والله العظيم، شيل وحط وهدت حيل. السلكة بقى والكرول والصابون مساعد على الغسيل، خليت الحيطان بتبرق كده برقاه. بعد كده جبت ميه رشيت عليهم مكان الصابون، وقعدت اطوقهم بقى ايه، حته هدمه حلوه كده من اللي هي ايه بتشرب الميه والحاجات دي. هدمه من اللي هي بتاعت الدفايات الحراري دي، جميله قوي في تنشيف الميه. اما تكوني بتمسحي بوتاجاز ولا بتمسحي حيطه ولا حاجه، بتشرب الميه وحلو. اهو انا بقيت محرصه بس من مفاتيح الكهرباء، خايفه لا يجي عليها ميه وانا بشتغل. دي كده تحت الشاشه، المكان اللي تحت الشاشه دوت برضو. على العيد بننضف، على رمضان بننضف، طول السنه بننضف. الشغل مش بيخلص، والست النظيفه اصلا ما بتبطلش شغل، ولا يعني مش لها ميعاد في النظافه. كلنا ستات بيوت شاطرين، وكلنا عارفين الشغل وعارفين شغل البيوت ازاي والشغل الصح. بس احنا بقى بنشجع بعض وكده، يعني يوم زي النهارده مثلا فيه عفر وكده والجو مغيم، يعني ممكن انا اكسل وانت تكسلي، لكن انا لما اقوم واشتغل هتشوفيني هتتشجعي، انت تقومي وانا اشوفك واتفرج عليك هقوم اعمل زيك. فكده الناس بتشجع بعضها والدنيا بتمشي. وبعدين والله العظيم يا جماعه، انا ما بحبش القعده، والله ما بحب القعده. يعني لو قعدت شويه كده واحس ان انا تعبانه لازم اقوم اعمل اي حاجه. اهي، دي حته هدمه كده كانت دفايه عندي قديمه وقطعتها عملتها كده. بفرش حته في شباك، حته غسلها كده طوق بها حاجه. بشكر كل حبايبي يا جماعه اللي بخشوا عندي جديد، اما ببص والله العظيم في القناه وبلاقي دخل عندي مشترك او اتنين جداد، انا بشكرهم على راسي من فوق. حبايب قلبي، يا رب كده يدوم الحب والتواصل بينا وبين بعض يا رب. يا رب كده ما تحرم منكم ابدا يا رب. تفضلنا كده يعني حاجة حلوة في حياتنا كده بإذن الله، تعلقوا لنا التعليقات الجميلة وتشجعونا كده وتشاهدوا لنا الفيديوهات واللي مش بيوصلوا الإشعار بقى يلغي الاشتراك ويشترك من أول وجديد. اوعوا بقى تلغوا الاشتراك وتطلعوا خالص ما تجوش، لا. اللي مش بيوصلوا الإشعار عندي بيلغي الاشتراك وبيشترك تاني من أول وجديد. بسم الله يا حبايبي، خليت الدنيا زي الفل. طوق بقى ايه الأرضية بقى كده هنطوقها. كان عندي سجادتين كنت غسلاهم وركناهم، رحت مطلعهم ايه برضو على سور البلكونه كده تهووا، هم مغسولين ونضاف يعني. بس طلعتهم مطرح ما كانوا مركونين يتهووا، ونفضتهم وقمت مدخلاهم بقى على الفرش على طول. استنيت شويه لما الارضيه نشفت وقمت فرش. فما ركبتش طبعا الكسوه بتاعت الشلت، فقلت باذن الله الفيديو الجاي هتشوفوهم بقى راكبين بامر الله، ان كان لنا عمر يعني. لا اله الا الله. انا يا دوب فرشته، وجبت الفرشه من على البلكونه حطيتها كده في اهو زي ما انتم شايفين كده. ورحت بقى قلت اجهز الغدا بتاعنا، يا دوب عليا كانت الساعه بقت 2 في الوقت ده. قلت لا، اما اروح اجهز بقى الغدا واشوي السمك وكده. ومع السلامه يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. هذا الغدا بتاعنا اهوت، مع الف